التقيت صاحب الغبطة اليوم وتداولت مع سيدنا بأمرين، بالحرب وبموضوع الدولة وتكوينها. بمسألة الحرب ما في لزوم كرر موقفنا الرافض للحرب لأنه وقعنا فيها. اليوم صار علينا نطلع شو أقصر طريق بتطلعنا من الحرب. أقصر طريق طلعنا من الحرب هي وقف إطلاق نار وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار 1701 بكامل مندرجاته. الأمر الثاني اللي حكينا فيه هو وضعت سيدنا بجو المشاورات اللي عم بتصير ككتل نيابية بالمجلس النيابي، وخاصة الكتل الوسطية يلي عم تتجمع، واللي من خلال اللقاءات اللي عملناها معهم ومع غيرهم وصلنا لخارطة طريق رئاسية بتكسر هذا الفراغ إن شاء الله بالمبدأ، وبتوصلنا لمواصفات لبنان بحاجة لها، وبذات الوقت إلى تحديد بشكل عملي أسماء قادرة أنها تلقى قبول من معظم الكتل، ولكن بذات الوقت تكون ملتزمة بالدولة، ملتزمة بلبنان، ملتزمة بإعادة الثقة دوليا ومحليا لدولتنا، لمؤسساتنا ولمجتمعنا. أخيرا أكدت هالزيارة اللي منعرفه كلنا عن بكركي وعن غبطة البطرك تمسك الكنيسة المارونية بالشرعيتين، الشرعية الدولية والشرعية الدستورية. بلا الشرعيتين بنعمل صفقات، بنعمل تسويات جزئية، بس ما بنعمل بلد. بدنا بلد محترم برا وجوا، وهذا ما بيقوم لا بتسويات وصفقات ولا بكسر أي طرف من الأطراف اللبنانية. ما حدا يتوهم إنه حدا بيقدر يكسر حدا، ولا حدا يتوهم إنه بكسر طرف بلبنان نقدر نوصل لنتيجة. قوتنا بوحدتنا، لكن وحدتنا على الصح، وحدتنا على بناء الدولة، وحدتنا على احترام لبنان وسيادته ومؤسساته. وهذا الشيء اللي عم تنادي فيه بكركي وثوابتها الوطنية من تاريخ إنشاء لبنان حتى اليوم.